السلام عليكم، مرحبا بكم. نتمنى ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه تاع البراج ولا المبرجه محشيه بالتمر. راكم على بالكم رانا في فصل الربيع، كامل نحبوا نديروها. وكنت مقبل حطيتها في القناه، ولكن لا فيديو اتحذفت، وكانوا بزاف اخوات جربوها وعجبتهم بزاف بزاف. هاد الوصفه راح تجي تذوب في الفم، ومتاكده باللي راح تعجبكم. تابعوا معايا لا فيديو، ما تنسوش الاشتراك مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد باذن الله. وكما راكم تشوفوا هنايا عندي سميد، استعملوا سميد متوسط ويكون نوعيه جيده. عندي كيله الاولى تكون ممسوحه، يعني عمروهم ومسحوها، تكون كيله ممسوحه كما راكم تشوفوا. الكيله الثانيه كيف تكون ممسوحه. دائما مسحوا بيديكم باش يجيكم العبار سوا. والكيله الثالثه نديروها مملوءه جيدا، يعني تكون مقبنه بومبي، ما نديروهاش ممسوحه. ومن بعد عندي كيله تاع ليدام. انا هنايا درت كيله سمن ناقصه صبع، والناقص عمرته بالزبده ذايبه. كيف استعملوا السمن النوعيه الجيده اللي ما يكونش فيه الريحه قطعه. ندخلو بيان هكذا مع السميد ونبسس مليح بيدي. وبعد ما بسستو هنايا نزيد له كيله تاع الماء عادي، يعني من الكوزينه، وندير له زوج مغارف تاع الملح معمرين، ونزيد له مغرفه كبيره تاع ما زهر. نخلط هذاك الملح مليح باش يذوب، ومن بعد نفرغ الكيله كامله على السميد. فرغوها كامله، ما تقعدوش ترشوا بشويه وتلموا، فرغوها كامله ولموا السميد تاعكم. كما راكم تشوفوا جاتني العجينه جاريه وتتلاصق في اليد. ما تخافوهاش، عادي، خليوها تريح واحد الخمس دقائق تشرب كامل هذاك الماء وتولي سهله باش تخدموا بها. بعد ما خليتها ريحت، شوفوا كيفاش راهي ما تتلاصقش في اليد وشربت كامل هذاك الماء. دوك نقسمها على زوج باش ندير الطبقه الاولى والطبقه الثانيه تاع العجين. وما تفرشت الساشي فوق البلون دو طرافاي، ونحل الطبقه الاولى غير بيدي، وكي يكون نحل نغلق كامل هذوك التشققات. بعد ما حليتها انا كنت خدمت الغرس تاعي ولا التمر، درت له شويه تاع زبده وشويه تاع مزهر. انا هنا استعملت رطل تاع الغرس. نزيد عجينه فوقه ونحلها مليح من الفوق. في الاول استعملوا غير يديكم، وكي تكونوا تحلوا فيها سيو تهبطوا العجينه في الاطراف كما راكم تشوفوا هنايا. اغلقوها بيان بصبعكم باش التمر ما يقعدش يبان. ومن بعد نحلها بيدي. انا نحب في الاول نستعمل يدي نحل بها. كي نشوفها كبرت شويه، يعني زاد الحجم تاعها ما بقاش كيما كان، نشوف العجينه تاعي تحلت مليح، نحط ساشي فوقها. وهنايا نستعمل الحلال. كي تكونوا تحلوا بالحلال سيو كيفاش تجيبوها كامل كيف ما تجيش جهه طالعه هابطه، ومن طون هذاك الساشي راح يضها ليس. شوفوا العجينه كيفاش كبر الحجم تاعها. دوك راني نغلق الظرف، ومن بعد نجيب الموس ونبدا نقطع. في الاول نقطعها كامل بالطول، ومن بعد نشوف الشكل اللي نديرو، يعني الشكل اللي حبيتوه ديروا معينات، مقروطات، ولا ديروا مربعات، مثلثات، ديروا اي شكل حبيتوه. بعد ما قطعتها بالطول، دوك انايا نحكم الموس ونطراسي برك. نحب نطراسي برك باش اذا كاش حبه ما جانيش الشكل تاعها شباب نمسحها ونعاود. كيما راكم تشوفوا هنا قطعت مقروطات، وشوفوا كيفاش جا الشكل تاعها. يعني
سمك متساوي تاع العجينه والتمر في الوسط. وكنت حطيت المقله تاعي تسخن، نحط الحبات تاعي النار قليله، ما نديرش النار قويه. تقدروا ديروها في الطاجين ولا في الطاوه. وقبل ما نحطوا الحبه نسقموها بيان كيما هكذا، نحيو داك الزوائد ونخدموها بيان في الاطراف باش يجي الشكل تاعها شباب. كما راكم تشوفوا اللون اللي طابوا عليه لون شباب. وكي تكونوا تقلبوا هنايا غير بالعقل، باسكو العجينه كي تسخن هذاك السمن راح يذوب، تولي طريه بزاف، راح تتكسر لكم. وهنا الحبه هذه ما حبش تطلع بالسيف باش نقلبت. وها هو الشكل النهائي. شوفوا اللون تاعهم شحال جا شباب، وجاو في المذاق رائعين جاو بنان بزاف، وجاو طريين ويذوبوا في الفم. شوفوا كي قسمت معكم الحبه كيفاش جات طريه هايله. نتمنى تجربوا هاد الوصفه وتعطوني رايكم. في الاخير ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم، وستنوني في فيديو جاي مع وصفه جديده باذن الله. مع السلامه.